الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. عندما كنت في القاهرة زائرا متجولا في معرضها المهم والكبير، والذي يعتبر ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم بعد معرض فرانكفورت. آه، يعني شفت صدفة وأنا أتصفح الفيسبوك إعلان آآ توقيع كتاب لمن؟ لحسين الشرع، والد الرئيس السوري الانتقالي المؤقت أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني. الإعلان يعني شُفته متداول على الفيسبوك، ظهر لي فجأة وكأنه أنا كتير الخوارزميات إنه أنا لا هَم لي غير حسين الشرع وإبداعات حسين الشرع. المهم، قبل بدء المعرض، معرض دمشق الدولي اللي نظمه نظام الجولاني، ظهر لي هذا الإعلان. حفظت لأنه خطر في بالي أنه أنا أتحرى حول حقيقة هذا الشخص وكتبه يعني. المهم، قمت بحفظ صورة الإعلان على الموبايل. مساء وصلتني دعوة من وزارة الثقافة السورية للمشاركة، وطلبوا مني البيانات والباسبور والتفاصيل اللازمة للمشاركة لتوجيه الدعوة ترتيب السفر من بلجيكا إلى نظام إلى دمشق، أو من القاهرة إلى دمشق. مهم، رفضت، وسبق أن ذكرت ذلك، ورفضي كان مشفوعا ومعلنا بالأسباب. منها يعني وثقت الأمر يعني بأخذ سكرين شوت وسكرين فيديو للمراسلة والدردشة التي دارت بيننا. المسؤول يعني الذي راسلني بشكل واضح ورسمي عن وزارة الثقافة. أنا رفضت وذكرت أنني سوريا بلدي ودمشق عاصمتي، وأنا مستعد للمشاركة في معرض دمشق الدولي للكتاب بعد أن تتحرر سوريا من نظام الجولاني. وعطفت على هذا السبب أنه أنا مستعد للمشاركة بعد أن تعود رشا ناصر العلي، الكاتبة والباحثة السورية التي جرى خطفها في بدايات استلام الجولاني للسلطة في سوريا، ووضعها حتى الآن غامض. هذا كان شرطي يعني، والكشف عن مصير قتلة رزان زيتونة ورفاقها، والكشف عن مصير الكاتب الكردي المفقود حسين عيسو، شقيق الفنان التشكيلي العالمي الكردي السوري المقيم في باريس بشار العيسى. هذه كانت شروطي، وذكرت أنه أنا غير مستعد أن أكون شاهد زور على نظام الجولاني. هنالك من قبل بالموضوع وصار يبرر لقبوله، يعني في يعني طيف واسع من المثقفين السوريين. أنا رفضت، قد أكون مخطئا يعني، وهم على صواب بحضورهم حفلة الجولاني الثقافية. ربما يكونون هم على صواب. المهم، أنا لي سببي، وأنني يعني بالقدر الذي عارضت فيه نظام بشار الأسد أعارض الآن وأناهض وأرفض نظام الجولاني. عندما كنت أنتقد هذا النظام، الكثير من شبيحة وزنبيحة ونبيحة نظام الجولاني كانوا يتهمونني بأنني قسدي وانفصالي وزئبقي وما بعرف شو من هالكلام، وعاطفي وشعبوي. هم العقلانيين المتوازنين
صناع الفكر والمعرفة المبدعين الحقيقيين والكتاب، ويعني صنفوني طبقا ل ما ينسجم مع ميلهم وأهوائهم. الآن قسد جزء من نظام الجولاني، هنالك اتفاقات، هنالك تفاهمات، هنالك اندماج. الآن آه، لا يمكنهم أن يصنفونني أو يحسبونني على قسد. هم الآن قسديين، اللي لأنه قسد الآن جزء من نظامهم الذي يدافعون عنه ويلتمسون له الأعذار، ويحاولون بشتى الوسائل أن يكونوا شهود زور على هذا النظام، ويغسلوا أيدي وأرجل هذا النظام من دماء السوريين العرب السنة، العرب العلويين، العرب الدروز، والكرد السوريين. ما في مكون سوري سلم من بطش وهمجية هذا النظام. أنا اتخذت موقفي الواضح الصريح والجهور الرافض لهذا النظام بقسده، بعجره، ببجره، بموسى عمره، بجان دوسته، بأحمد يعقوب أغلو، كل الأغلوات الموجودين والموالين لنظام الجولاني. هؤلاء بالنسبة لي هم يتحملون مسؤولية جرائم الجولاني بأثر رجعي. عندما كان الجولاني أميرا على إدلب، وعندما كان الجولاني داعشيا، وعندما كان الجولاني قاعديا، كل الجرائم التي اقترفها الجولاني في العراق وفي لبنان وفي سوريا وحتى هذه اللحظة، هذه الطبقة من المثقفين الإمعات يتحملون مسؤولية ذلك. الجولاني قادر يعني على شراء ذمم الكتاب والمثقفين. من يعني يسترخص نفسه على طاولة نظام استبدادي رخيص فهو قابل للشراء وقابل للبيع. يعني أنا لست من هذه الفئة معاذ الله يعني، وأرفض يعني أو شو بدي أقول يعني لا أراه لائقا ببعض المثقفين أو بكثر من المثقفين الذين ارتضوا لأنفسهم هذا المقام وتبوأوا مقعدهم في محفل الجولاني الثقافي اللي سمي بمعرض دمشق الدولي للكتاب، وهو يعني أسوأ وأحقر نسخة من نسخ معرض دمشق الدولي على زمن حافظ الأسد، على زمن بشار الأسد. هذه النسخة من أحقر ما يكون. ورأيتم يعني كتب بني ابن تيمية تباع بالمجان، وقوافل أو مواكب الأطفال وهم يكبرون ويهللون، والهتافات التي قيلت على ألسنة الأطفال، أطفال الخلافة، يعني قنابل أو جيل يتم تحضيره ليكون يعني أشبال الخلافة، وجيل من الانتحاريين الجدد ضمن معرض الكتاب، ضمن هذا الصرح الثقافي السوري، ويعني المآلات البائسة التي وصل إليها. على العموم لندع كل هذه التفاصيل جانبا ونركز على نقطة أساسية، موضوع هذا الفيديو، وأنا أعتبره يعني فضيحة من فضائح نظام الجولاني. مش الجولاني كجولاني، يعني والد أبو محمد الجولاني، وأعني حسين الشرع، فضيحة حسين الشرع وكتبه الخمس في معرض
دمشق الدولي للكتاب. آه، كما ذكرت لكم عندما كنت في القاهرة شفت صورة الإعلان وحفظت الصورة عندي في الموبايل وتفرغت لهذا الأمر. البارحة نشرت على صفحتي في الفيسبوك أنني سأتحدث حول هذه الفضيحة بشيء من التفاصيل، وأثير حزمة من الأسئلة في هذا الإطار، وأطالب ب يعني التحري والتقصي حول هذه المسألة. لربما شبهاتي واتهاماتي لحسين الشرع في هذا الإطار ما تكون في محلها إذا ثبت العكس. يعني حسين الشرع والد الجولاني الآن يصار إلى نمزجته وشرعنته وتقديمه كمناضل وباحث ودكتور وكذا. هذه التفاصيل ينبغي التحري والتقصي حولها والتثبت منها تثبتا يقينيا لا يدانيه شك أو شبهة. على العموم كتبت مقالا في هذا الإطار، وعنوانه سيكون عنوان هذا الفيديو أيضا: فضيحة حسين الشرع وكتبه الخمسة. من أبرز إنجازات معرض الكتاب الدولي الذي نظمه نظام الجولاني في دمشق أنه قدم والد الرئيس السوري الانتقالي المؤقت بوصفه كاتبا وباحثا وقع 5 عناوين في معرض واحد. لعمري أنه رقم قياسي ينبغي أن يسجل باسم حسين الشرع في سجل جينيس للأرقام القياسية. بقليل من التحري والاستعانة بخدمات محرك البحث الأستاذ الدكتور المناضل جوجل المحترم، وبصراحة جوجل يعني أكثر مصداقية واحترام من نظام الجولاني ومن والد الجولاني. يعني تبين لي بقليل من التحري والاستعانة بخدمات محرك البحث الأستاذ جوجل المحترم، تبين لي التالي: 1. كتاب بغداد مدينتي صدر في مطلع ديسمبر 2025. مضمون الكتاب طبقا للجهة الناشرة المصدر الرئيس، هذا الكتاب تصنيفه تراجم وسير وأنساب. تراجم وسير وأنساب. أنا غير معني، يعني الكتاب ليس بين يدي لكي أتبين أنه هذا التصنيف ينطبق على محتوى الكتاب أم لا. بغداد مدينتي. مدينة مين؟ مدينة حسين الشرع. عدد الصفحات 144. الناشر دار الفكر. سنة النشر كما ذكرت لكم 2025. ثانيا، الكتاب الثاني قراءة في القيامة السورية. التصنيف طبقا للجهة الناشرة علوم سياسية. عدد الصفحات 248. سنة النشر أيضا مطلع ديسمبر 2025. الجهة الناشر دار الفكر. ثالثا، الكتاب الثالث كتاب قراءة في بؤس الأنظمة العربية. التصنيف وفق الجهة الناشرة علوم سياسية. عدد الصفحات 336 صفحة. تاريخ النشر أيلول 2025. الجهة الناشرة دار الفكر. الكتاب الرابع الرؤوس الحامية. التصنيف طبقا لدار الفكر الجهة الناشرة تراجم وسير وأنساب. عدد الصفحات 264. تاريخ النشر أغسطس 2025. الجهة الناشرة دار الفكر. خامسا، الكتاب الخامس، 5 وخميسة كما يقال،
كتاب الاقتصاد السوري، مكامن القوة وأبرز نقاط القصور، بين قوسين فساد الإدارة، التصنيف اقتصاد. عدد الصفحات 488 صفحة. الجهة الناشرة دار الفكر. يعني الخبير الاقتصادي سمير السعيفان مدعو للتحري والتقصي حول هذا الكتاب ومضمون هذا الكتاب، يعني وهو من العنوان، يعني عنوانه شوي طويل، مش كتير طويل، والمكتوب مبين من عنوانه، يعني الاقتصاد السوري، مكامن القوة وأبرز نقاط القصور، بين قوسين فساد الإدارة. شوفوا العنوان قديش يعني مهني واحترافي ومن هالقصص. هذا الكتاب الخامس. هنالك كتاب سادس لكن صدر في هذا العام في 2026 وليس حصيلة وحصاد 2025 من الكتب الكثيرة والعديدة التي ألفها وسطرها وصدرها ونشرها الدكتور التخطور العالم العلامة حسين الشرع والد الجولاني. الكتاب السادس كتاب الشخصية في بلاد الشام، وهذا العنوان يذكرني بكتاب لعبد الله أوجلان قرأته في سنوات الصبا، مسألة الشخصية في كردستان. هو الشخصية في بلاد الشام. التصنيف أنا ما بعرف، يعني طبقا لدار النشر وشفته بالفيديو، العمليات الاجتماعية، يعني علم اجتماع. عدد الصفحات 152. الناشر دار الفكر، سنة النشر 26 هذه السنة. البوستر، الإعلان عن الكتب، توقيع كتب حسين الشرع، لا يتضمن غلاف هذا الكتاب، فقط الخمس كتب الأولى الصادرة في 2025. طبقا لهذه البيانات الواردة هنا والموثقة من المصدر الجهة الناشرة دار الفكر، خلصت إلى النتائج التالية. شو هي النتائج اللي أنا خلصت إليها؟ 1. سقط نظام الأسد، بشار الأسد، في 8 ديسمبر 2024، وأتى الجولاني واستلم الجولاني السلطة عبر توافق خليجي عربي وتركي وإسرائيلي وأمريكي. وبدأ حسين الشرع ما شاء الله عليه يصدر كتبه مع مطلع العام الآخر، يعني في نهاية في 8 ديسمبر 2024 سقط نظام بشار الأسد وأتى الجولاني إلى السلطة. أبوه للجولاني ما شاء الله عليه في بداية 2025 بلش ينشر، بلش يكتب، بلشت إصداراته تظهر للنور ما شاء الله عليه. وبدأ حسين الشرع يصدر كتبه الواردة عناوينها ها هنا بعد ذلك بسنة تقريبا، يعني بسنة تقريبا. والسؤال: أيعقل أن تكون كل هذه الدرر بين مزدوجين الفكرية والبحثية والعلمية حبيسة الأدراج وفجأة ظهرت للعلن وعبر دار نشر واحدة ما غيرها هي دار الفكر؟ ومعروف أن دور النشر لا تنشر بهذه الغزارة إلا لكاتب محقق مشهور بهدف الربح، أو أنها أي الجهة الناشرة قبضت أثمان طباعة تلك الكتب المنسوبة إلى حسين الشرع والد الجولاني. أحد أمرين، يعني
كاتب مش معروف، ودار نشر تأتي تنشر بغزارة 5 كتب لكاتب واحد غير معروف، غير مشهور، غير يعني شو هالاكتشاف العظيم يعني. أو أن يكون إنه هاي الجهة الناشرة قبضت الثمن، ويعني قبضت الفلوس وما عاد همها الكتب تُباع لا تُباع، هذا موضوع تاني. عطفًا على هذه النقطة يعني، آآ خلال هذه السنة هذا الكاتب الألمعي الكبير العبقري لم يُدعى إلى أي من المعارض، حتى معرض الدوحة، معرض الرياض، معرض جدة، المعارض في الإمارات، لم يُدعى حسين الشرع بوصفه باحثًا وكاتبًا ومحققًا لكي يوقّع كتبه، فقط كان مدعوًا. شو مدعوًا؟ يعني هو أبو أولاده ال3 مستلمين سوريا، 3 والّا 4 يعني، ماهر الشرع والتاني ما باعرف شو اسمه والجولاني أحمد الشرع مستلمين سوريا يعني. وهذا المعرض كله بجيبته، مش يدعى كأي ضيف عادي من ضيوف المعرض. المهم النقطة الأولى يعني صارت في تقديري واضحة. ربما في السنوات القادمة يُصار إلى توجيه الدعوات إلى حسين الشرع باعتباره كاتبًا سوريًا غزير هلأ صار عنده 6 كتب. يعني لبين ما نصل إلى معرض الدوحة أو معرض الرياض في هذه السنة في 2026 أو معرض أبو ظبي، يعني وربما هذا فقاسة الكتب اللي عند حسين الشرع تضيف أعدادا أخرى، عناوين أخرى من فيض عبقريته ونبوغه الثقافي. النقطة الثانية التي خلصت إليها تنوع مواضيع الكتب، يشير إلى أن مؤلفها مثقف موسوعي، لكن المتتبع لسيرة حسين شرع الذي كان كاتبا مجهولا تماما يعني قبل، مش كاتبا مجهولا يعني كان إنسانا مجهولا قبل مجيء الجولاني واستلامه السلطة يعني، وين كان هذا البني آدم يعني. لكن المتتبع لسيرة حسين الشرع الذي كان كاتبا مجهولا تماما، لا يجد المتتبع لا يجد معلومات عن أي حضور ثقافي له لحسين الشرع على صعيد الكتب والمقالات والدراسات المنشورة في مجلات وصحف قبل سقوط نظام الأسد واستلام الجولاني للسلطة في سوريا. قبل ما كان مين كان بيعرف؟ كنا بنعرف فاروق الشرع، كنا بنعرف عز الشرع، بس حسين الشرع وأحمد الشرع وين كانوا يعني؟ المهم النقطة الثالثة التي خلصت إليها طبقًا للبيانات السالفة الذكر، لماذا هذه النفائس يعني جمع نفيس، هذه النفائس الفكرية والثقافية والبحثية تصدر عن جهة ناشرة بعينها، ولم تتوزع على دور نشر أخرى. يعني كأي كاتب، أي كاتب يعني ممكن أن ينشر في عدة جهات في عدة بلدان. مثلا أنا نشرت في بيروت، نشرت في الأردن، نشرت في القاهرة، نشرت في سوريا، نشرت في كردستان العراق. مصادر النشر ومنصات النشر متنوعة، ولم أكتفي بدار نشر. يعني في مصر وحدها نشرت عندها 3 دور نشر، يعني دار بتانة، دار إبيدي، دار إضاءات، وربما دور نشر أخرى لاحقا. بمعنى يعني شو عدا ما بدأ حسين الشرع دبق لزق بدار الفكر
اللي أعتقد أنه هي لبنانية أو هيك شيء يعني. سؤال يعني، كل هذه الإصدارات، الكتب الستة الخمسة التي صدرت في العام الماضي والكتاب الأخير، وربما الكتب الأخرى أيضا تصدر عن هذه الدار، وربما يغير بعد ما يشوف حسين الشرع والجولاني، يشوفوا هذا الفيديو يصيروا ينوعوا. يعني مثلا تظهر إصدارات لحسين الشرع في دور نشر كويتية أو إماراتية أو سعودية أو عمانية أو مصرية، ما حدا يعرف يعني. ربما سجلوا هذه التفاصيل، احتمالات يعني. النقطة الرابعة التي خلصت إليها عدد صفحات الكتب الخمسة فقط، الكتب الخمسة التي صدرت في 2025 وحدها، عدد الصفحات تلك الكتب بدون الكتاب السادس الأخير 1480 صفحة. خمسة كتب عدد صفحاتها 1480 صفحة. عدا يعني اللي بيشتغلوا بالنشر بيعرفوا المسائل هي يعني. عدا عن غرابة وصعوبة تأليف هذه الصفحات البحثية والسير وفي التاريخ والسير والتراجم والاقتصاد والعلوم السياسية وعلم الاجتماع كلها في سنة واحدة، يعني شيء صعب يعني، مش الأمر البسيط الهين يعني. عدا عن صعوبة وغرابة تأليف هذه الصفحات البحثية 1480 صفحة في التاريخ والسير والتراجم والاقتصاد والعلوم السياسية وعلم الاجتماع في سنة واحدة، تبرز صعوبة أخرى. يعني صعوبة تمكن دار نشر واحدة من مراجعة تدقيق هذه الصفحات في عام واحد. 1480 صفحة. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن دار الفكر لا تنشر فقط لحسين الشرع، يعني مش هي يعني هنالك كتاب آخرين، إصدارات أخرى، يعني ستأخذ من جهد وتركيز دار الفكر على صعيد المراجعة، الإخراج الفني، تصاميم الأغلفة، التدقيق اللغوي، كل هذه التفاصيل. يعني مش معقول دار الفكر فقط تصدر 5 عناوين في سنة واحدة. هذه العناوين ال5، هذه الكتب ال5 لحسين الشرع، هذا ممكن، هيك ممكن يعني. لكن هنالك عناوين أخرى يعني يفترض، وأنا شفت دخلت على الموقع الإلكتروني وشفت إنه الدار على أساس قديمة والقصص هي كلياتها. يعني هذا كمان سؤال يطرح نفسه يعني الذين لهم باع وتجربة ومراس في صناعة الكتاب بإمكانهم أن يجيبوا عن هذا التساؤل. النقطة الخامسة التي خلصت إليها تصاميم أغلفة كتب بحر العلوم ومستنقع المعارف حسين الشرع العالم العلامة الجحبذ. تصاميم هذه الأغلفة تبدو شديدة التواضع إذا لم تكن بائسة. إذا ما اعتبرناها بارزة فهي كثير متواضعة يعني. وتظهر بصمات شات جي بي تي عليها واضحة. فماذا عن المضمون؟ إذا يعني حكينا أنه التصاميم، تصاميم الأغلفة هي يعني حصيلة تشات جي بي تي. وعلى فكرة ضمن بيانات الكتاب المنشورة على موقع دار الفكر ما في يعني اسم واضح لمصمم الغلاف. وبالتالي إذا كانت الأغلفة، إذا شرطية غير جازمة، إذا كانت الأغلفة من تصميم الذكاء الاصطناعي، فماذا عن المضمون؟ هل المضمون كمان يعني
مكتوب بحبر الذكاء الاصطناعي أم لا؟ يعني أقول قولي هذا لأنه هنالك سوابق في هذا الإطار، يعني لربما هذه الكتب ال5 جرى تأليفها بالاستعانة بالخبرات ويعني إسهامات وبصمات وجهد الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي، على مذهب علي بدر الكاتب العراقي المشهور، اللي يعني فضيحته كانت أو صارت في جلاجل، يعني فيما يتعلق بفبركة الكتب واختلاق عناوين واختلاق أسماء كتاب وأسماء مترجمين. هذه القصة باتت معروفة. ربما يعني هذا السلوك صار مذهبا للبعض من أمثال حسين الشرع المناضل الكبير. يعني آه، أنا هنا أعتبر سلوك حسين الشرع ونظام ابنه الجولاني في هذا الإطار، في هذا الخصوص، في الحيز الثقافي يعني، ومعرض الكتاب وكل هالقصص اللي شفناها. يعني حسين الشرع هو تفصيل بايخ وسمج ولزج ومن تفاصيل معرض الجولاني. أنا هنا أعتبر سلوك حسين الشرع ونظام ابنه الجولاني بمثابة فضيحة ثقافية ينبغي التحري عنها، وإخضاع الكتب إلى لجنة غير موالية لنظام الجولاني كي تخضع كتب حسين الشرع إلى التدقيق والفحص الأكاديمي الدقيق وبيان الرأي في صحة نسبها إلى المؤلف من عدمه. يعني هل هو اللي كاتب هاي الكتب أم غيره؟ ومعروف من غيره. أما الكتاب السادس اللي حكينا عنه، الذي يتحدث فيه المؤلف حسين الشرع عن الفساد، فإذا تبين أن الكتب ال5 الأولى مفبركة ومسلوقة سلقا وأنها مجهولة معروفة النسب، فهذا يعني أن مضمون كتابه السادس وكلامه عن الفساد ينطبق عليه وعلى نظام ابنه الجولاني. إذا هو جاي يعطينا دروس وعظات ومحاضرات في الفساد، فأولى به أنه يحكي عن نفسه كنموذج. في حال تبين أنه هذه الكتب مفبركة ومصدوقة فقط لكي يصار إلى تلميع صورة والد الجولاني في إطار تلميع صورة الجولاني، أنه هذا النابغة، هذا الجهبذ الجولاني هو ابن هذا النابغة الجهبذ القطب الحجة الفطحل حسين الشرع. السؤال الذي أختتم به هذه الأسطر: هل سيتغلب حسين الشرع على نفسه ويطرح في سوق الثقافة والمعرفة والفكر كتبا ومؤلفات من كد يمينه وعرق جبينه، وليس من عرق البطة، أي من يعني ليس من عرق شات جي بي تي ولا من عرق البطة، كتبا تتجاوز؟ هل سيطرح في هذا العام كتبا تتجاوز في غزارتها وتنوع مضامينها ما طرحه الشرع في سنة 2025؟ ربما يتغلب على نفسه. في السنة الماضية 5 كتب، في هاي السنة 10 كتب، من يدري؟ فقاصة كتبه وبتفقس. يعني كان بإمكان، يعني الرأي، يعني كان بإمكان المركز العربي لدراسة السياسات في الدوحة أو الجهات الإعلامية التابعة لمحمد دحلان، الجهات اللي بتدعم نظام الجولاني حاليا بشكل مباشر أو غير مباشر، كان بإمكانهم تقديم خدمات تتعلق بالنشر وتصدير صورة ثقافية علمية لوالد الجولاني، دعما للجولاني ونظامه، كي يظهر بصورة يعني لائقة، ولا يظهر بهذه الصورة المشبوهة
المهزوزة والرديئة. يعني نمذجة نظام الجولاني وتبييض وجهه وغسل يديه من دماء السوريين لا يكونان بهذه الصورة الكاريكاتيرية البلهاء السخيفة المتهافتة عبر تقديم حسين الشرع مناضلا وباحثا ومؤلفا في الإعلام العربي وفي معارض الكتب. نعود إلى الكلام العامي. هلا راح يطلع علينا فيصل القاسم ويحاول إيجاد مبررات حنقليشية ساقطة وتافهة تبرز يعني وتدافع عن عبقرية حسين الشرع ونبوغه العلمي والثقافي والمعرفي، كي يقول لنا مين فيصل القاسم هذا النابغة الجولاني، ومن ذلك النابغة العبقري القطب الحجة الذي اسمه حسين الشرع. أعتقد أنه هذه المتابعة وهذا الجهد في التحري يستحق من المعنيين والحريصين على الثقافة والفكر أن يتحروا ويحاولوا أن يجدوا تبريرات أو إجابات مقنعة عن الأسئلة التي أثرتها في هذا الفيديو وفي هذا المقال. أكتفي بذلك ودمتم